الحلقة الرابعة النهاردة هنتكلم عن ليفوثيروكسين، أشهر دواء للغدة الدرقية. اسمعوا المعلومة الصادمة دي. دواء الغدة لو اتاخد بعد الفطار في رمضان يبقى كأنه ما اتاخدش. يلا بسرعة اعملوا لايك وشير وفولو عشان تتابعوا معانا كل جديد. القاعدة الأولى والأهم: دواء الغدة لازم وأكرر لازم يتاخد على معدة فاضية. يعني نستنى بعده 30 دقيقة بالتمام والكمال قبل ما أي حاجة تدخل الفم. طيب والحل إيه في رمضان؟ إزاي نوفق بين الصيام ومواعيد الدواء؟ الموضوع بسيط جدا، قدامنا اختيارين اتنين مفيش غيرهم في رمضان. الاختيار الأول قبل الفطار بنص ساعة، أو الاختيار التاني قبل السحور بنص ساعة. بس خدوا بالكم، في نقطة أخطر من تحديد الميعاد نفسه، وهي قائمة الممنوعات، حاجات لو اتعملت بعد الجرعة تبوظ مفعوظا. يعني بعد الحباية ممنوع منعا باتا أي أكل أو قهوة أو لبن. لو بتحسوا إن الوزن مش ثابت أو في خمول دايم، ممكن تكون دي الإشارة. ودي بقى نصيحة مهمة قوي لما رمضان يخلص إن شاء الله. لو لسه حاسين بنفس الأعراض، لازم فوراً بعد رمضان تعملوا التحاليل وتراجعوا الدكتور. استنونا بكرة عشان ميعادنا مع شرح جديد ومهم. بكرة هنتكلم في موضوع خطير ومهم: أدوية القلب وسيولة الدم. وقبل ما نمشي ما تنسوش اللايك والشير والفولو عشان توصلكم كل معلوماتنا.